بتبتدي قصة الفيلم بشابين اسمهم لينش ودان بيقنعوا فتاة اسمها باركر صاحبتهم تجيب تذاكر للتلفريك. بس الفلوس ما بتكونش كافية، ولكن هي بتقدر تقنع الراجل بتاع التذاكر انه يدخلهم. وبيفرحوا جدا لما الراجل بيوافق، وبيطلعوا التلفريك فعلا، وبيكونوا سعداء جدا، وبيهزروا ويضحكوا أثناء الرحلة. ولما بيخلصوا بيلعبوا شوية على الجليد، وبيفكروا يروحوا تاني يركبوا التلفريك بالليل. وبيستأذنوا الراجل بتاع التذاكر تاني وبيوافق، وفعلا بيطلعوا. وشوية الراجل بيروح الحمام، وراجل تاني بيقف مكانه وبيفصل الكهرباء عن التلفريك. وطبعا لينش ودان وباركر على التلفريك، وبيفتكروا ان التيار الكهربي قطع مؤقت، وبيكون الجو تلج، وبيعتقدوا ان وقت بسيط وهيشتغل التلفريك التاني. والتلفريك بيكون معلق على ارتفاع، والطقس بيكون سيء جدا، والأنوار كلها بتطفي. وبكده بيتأكدوا إن الراجل نسيهم، وبدأوا يتجمدوا. ودان بيفكر يقفز عشان يشغل الكهرباء، وبيكونوا بردانين جدا، وبيقولوا ننتظر لغاية الصبح عشان الوردية الصباحية هتشتغل. لكن باركر بتقول لهم إن بكرة وبعده عطلة. وفعلا بيقفز دان، لكن رجليه بتتكسر وبيتألم جدا. وباركر بتكون قلقانة جدا على دان. ولينش بيحاول يتعلق على الواير الصلب بتاع التلفريك عشان ينقذ صاحبه، لكن للأسف بيلاقي الذئاب بتهجم على دان. فلينش بيرجع مرة تانية للتلفريك، ولينش بيواسي باركر على فراق صديقهم دان. وفي الصباح بيصحوا، وبيكون التلج على وشهم، وبيكونوا بردانين جدا. ولينش بيقول لو وصلت للعمود اللي عليه السلم بتاع الصيانة ده هقدر انزل على السلم واشغل الكهرباء. وباركر بتبكي من البرودة الشديدة، والشمس بتطلع، وبيحسوا بالدفى. ولينش بيكون حزين على دان، وبيقول هو قفز عشان ينقذنا، لكن للأسف راح. وباركر بتبكي حزنا على دان. ولينش بيقوم وبيتعلق على واير التلفريك، وفعلا بيتحرك ناحية التلفريك التاني، والذئاب بتجري تحتيه على الجليد. وفعلا بيوصل للتلفريك، وبيكمل ويتعلق على الواير الصلب مرة تانية، وبيتألم جدا لأن إيده بتتجرح. وأخيرا بيوصل للسلم بتاع الصيانة، وبينزل، وبيبلغ باركر بأنه هيجي بسرعة، وبيكون سعيد جدا جدا. لكن بيمر وقت طويل، ولينش ما بيظهرش ولا بيرجع. والليل بيدخل، وباركر بتكون تعبانة جدا من شدة البرودة. والنهار بيطلع، وبتفكر انها تقفز هي كمان، لكن الواير بتاع التلفريك بيتقطع. فبتنط وبتكون قريبة جدا من الارض، وفعلا بتسقط، وبتزحف مسافة وبتلاقي جثة لينش، وبتشوف الذئاب حواليه. فبتتقلب على الجليد، وبتجري لغاية ما بتلاقي سيارة، وبتشاور ليها، وبتفتكر ان العربية مشيت. لكن بيجي راجل وبينقذها، وبياخدها معاه في العربية. وبكده يكون قصة الفيلم خلصت معانا. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس